السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه معرفة ايكون ومانع رسائل السبام. التطبيق ده مساحته 33 ميجا، محمله اكتر من 50 مليون شخص. التطبيق ده خاص بمعرفة الأرقام الغريبة اللي بترن عليك. لو عايز تعرف الرقم اللي بيرن عليك أو رقم غريب بيرن عليك، عايز تعرف الرقم ده باسم مين أو متسجل باسم مين، عايز تشوف صورته، عندك رقم مزعج بيتصل بيك عايز تحطه في البلاك ليست، عايز تبحث عن أي رقم باسم مين، تعرف الفيسبوك بتاعه، تعرف الانستجرام بتاعه. الحاجات دي كلها، كل الحاجات دي بتقدر تعرفها على التطبيق بسهولة جدا. هو بمجرد ما بتحمل التطبيق وبتشغله على التليفون عندك، كل ما شخص بيتصل بيك بيجيب لك اسمه على طول والصورة بتاعته، حتى لو رقمه مش متسجل عندك بيعرفك الشخص ده هو مين. طبعا الارقام المزعجة او الارقام اللي هي بتعاكس الناس على طول بتجيلك باشارة او بخلفية حمراء كده، بيعرفك ان الرقم ده رقم اصلا يعني متبلغ عنه كتير او رقم اصلا بيعاكس. طبعا التطبيق ده بيكون فيه زي تواصل اجتماعي، اللي هو تقدر تبعت من خلال التطبيق ده. لو حد تاني محمل التطبيق زيك بتقدروا انتوا تتواصلوا مع بعض من خلال الرسائل ومكالمات صوتية ومكالمات فيديو زي الماسنجر كده. مشكلة التطبيق ده ان هو بيتضمن اعلانات كتيرة، ان التحديثات بتاعته الاخيرة بقت بتتطلب اذونات كتيرة لحاجات ملهاش علاقة بالتطبيق. يعني لو هو تطبيق مثلا خاص بالمكالمات، هو المفروض ان هو يطلب ان هو يوصل للمكالمات بتاعتك. لا، هو في التحديثات الاخيره بيطلب ان هو يوصل لحاجات تانية غير مش خاصه بوسائل الاتصال او بالمكالمات فقط. دي برضو مشكله في التطبيق. وبس كده، ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. لو عجبك شرح التطبيق لا تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين رسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.